بتبدأ أحداث قصتنا مع سو جين وهي في محطة القطر. بنشوفها قاعدة متوترة وعلى أعصابها ومعاها تذكرتين، وواضح إنها مستنية حد، لكن بتستنى الوقت طويل ومحدش بيجي، فبتقوم منهارة وبتقطع التذكرتين وبتمشي، وبتفضل سرحانة طول اليوم لدرجة إنها بتدخل سوبر ماركت تشتري كنزاية، لكن بتخرج وهي ناسياها وناسية المحفظة كمان. فبترجع تاني علشان تاخدهم، وبتقابل شاب عند الباب اسمه تشيلسو، بتفتكره البياع فبتاخد منه الكنزاية وبتشربها، وهو بيبصلها باستغراب. ولما بتدخل الاتوبيس بتفتكر برضه انها ناسيه المحفظه، فبترجع علشان تاخدها، وبتتفاجئ لما الكاشير بيطلع لها المحفظه والكان، وبتفهم انها شربت كنزايه الشاب، وبتكون محرجه جدا. وبعدها بترجع البيت وبتستقبلها مامتها بكل هدوء من غير ما تتكلم معاها، لكن بتدخل اختها وبتقول لها ان ابوها هيبهدلها علشان حاولت تهرب من البيت. ولكن تاني يوم بيقعد والدها من غير ما يتكلم او يزعق على عكس المتوقع. ولما بتروح الشغل المدير بيعرض عليها انها تشتغل في تصميم الملابس الرجالي، وهي بتوافق. وبتيجي زميلتها الجديدة اللي بتتنمر عليها بسبب العلاقة اللي كانت فيها، وساعتها بنعرف انها كانت على علاقة بواحد متجوز، وكانوا متفقين انهم يهربوا مع بعض، لكنه قرر يرجع لعيلته وتخلى عنها في المحطة. تاني يوم بتروح الشغل مع ابوها، وبنعرف ان والدها كيم رجل اعمال ناجح ومليونير وصاحب اكبر شركة مقاولات في البلد، وهي بتعتذر له عن هروبها من البيت، لكنه بيقول لها انه مسامحها ومبسوط انها بخير. ولما بيوصلوا للموقع بتشوف تشيلسو الراجل اللي اخدت منه الكنزاية، وبتعرف انه بيشتغل رئيس العمال في الموقع، وبتروح لشغلها. والمدير بيقول لها انه عاوز يجدد المكاتب في الشركة، لكن للاسف مفيش ميزانية، فبتعرض عليه انها تساعده. وبتتصل بوالدها وبتحكي له الموقف، وهو بيقول لها انه هيبعت لها واحد من اكفأ العمال اللي عنده. وفعلا تاني يوم بيروحوا يستقبلوا العامل، وبتتفاجئوا انه تشيلسو، وهو برضه بيتفاجئ، لكنه بيسيبها وبيدخل مع المدير علشان يعرف المطلوب، وبيبدأ الشغل على طول. ولما بتنزل تشتري كنزاية بيجي من وراها وبيخطفها منها زي ما هي عملت معاه، وطبعا ما بتقدرش تتكلم. وهي مروحة بعد الشغل حرامي على موتوسيكل بيسرق شنطتها وبيجري، لكن تشيلسو بيشوفه وبيوقعه ويضربه، وبيرجع لها كل حاجتها وبيوصلها للبيت بعربيته. وتاني يوم بتقرر تعمل اكل للشركة كلها، وده طبعا علشان عيون تشيلسو، لكن المدير بيفاجئها انه بعت العمال وما جاش. بتتضايق وبتروح له الموقع، لكن بتلاقيه وسط العمال. بتتكسف وبتجري تستخبى علشان ما يشوفهاش، وبترجع بالليل، لكن المرة دي بتكون وسط صاحباتها وبتقرب منه، وبتعمل نفسها شافته بالصدفة، فبيعزموا عليهم يقعدوا معاهم. وتشيلسو بيحس من طريقة كلامها واسلوبها انها معجبة بيه، فبيتجرأ وبيقول لها انها لو شربت المشروب ده كله ممكن يرتبطوا ببعض. وفعلا بتشربه كله مرة واحدة، وبيبوسها، ومن وقتها وهم بيقضوا اوقات جميلة مع بعض. وبتتغير حياة سو جين من الحزن للسعادة والفرح، وبتكون مقبلة على الحياة وبتجرب حاجات جديدة. حتى تشيلسو بيتغير علشانها وبيهتم بشكله واسلوبه. وفي مرة وهي عنده في البيت بتكتشف انه بيذاكر علشان يمتحن ويبقى مهندس معماري، بتكون فخورة بيه وبتتشدله اكتر. وفي يوم بتقرر تحكي له عن قصته مع حبيبها القديم، وهو بيقول لها انه مش مهتم يعرف اي حاجة عن الماضي بتاعها، وان كل اللي يهمه انهم مع بعض دلوقتي. بتتجمع مع صاحباتها وبتفصل بدلة شيك جدا لتشيلسو علشان الامتحان، وهم بيكونوا متضايقين من العلاقة دي، وبيقولوا لها ما لقيتيش غير العامل ده شخص بارد جدا وكمان مش من مستواكي. لكنها مش بتهتم بكلامهم، وبتقول انها بتحبه زي ما هو ومبسوطة معاه. ومع الوقت بتتطور علاقتهم اكتر. وفي يوم بيقعد ابوها معاها وبيكون ملاحظ التغيير اللي حصل في شخصيتها، وبيطلب منها يقابل الشخص اللي غير حياتها وخلاها سعيدة بالشكل ده، لكنها بتكون خايفة جدا ومش عارفة ازاي هتقول له انها بتحب واحد بيشتغل عامل عنده وما بتقدرش تقول له. بتروح لتشيلسو وبتقول له ان ابوها عايز يقابله، لكنه بيرفض لانه عارف ان اهلها مش هيوافقوا على واحد مش من مستواهم الاجتماعي، وبتزن عليه كتير، لكنه بيفضل مصمم على موقفه. وفي يوم وهم قاعدين بياكلوا في مطعم بيتفاجئ تشيلسو بدخول اهلها عليهم، وبتكون هي اللي متفقه معاهم. بيحس انه متحاصر ومش مستعد للمقابله دي، وبيحاول يمشي، لكنها بتمسك ايده وبتترجاه يفضل. ولما بتقوم تدخل الحمام والدها بيتكلم معاه، وبيكون ضد علاقتهم دي، وان بنته تتجوز واحد بيشتغل عامل عنده. لكن لما بيسمع كلامه بيعرف انه فعلا بيحبها وبيخاف عليها جدا، خاصة لما بتفقد الوعي، وبيجري عليها علشان ينقذها. ومع الوقت بيقتنع وبيوافق على علاقتهم، واخيرا بيتجوزوا، واهلها بيكونوا مبسوطين وحواليهم، وبيعيشوا حياة سعيدة في بيت تشيلسو المتواضع. لحد ما سو جين بتنسى شوية حاجات زي مواعيد شغلها والأكل على النار،
بتكون هتعمل حريقة في البيت. وفي مرة وهي راجعة من شغلها بتنسى طريقها للبيت وبتتوه وبتعيط لحد ما بتقدر توصل، وبيقابلها تشيل سو بيكون قلقان عليها. وتاني يوم بتروح للدكتور لي اللي بيتكلم معاها شوية وبيسألها شوية أسئلة وبيطلب منها تعمل أشعة وترجع له بعد أسبوع. وفي خلال الوقت ده تشيل سو بيتخرج من كلية الهندسة وبيترقى في شغله وحياته بتكون أفضل. ولما سوجين بتدخل مكتبها بتلاقي إن حبيبها القديم بقى مديرها الجديد. ما بتكونش مبسوطة وبتحاول تتجاهله، لكنه بيفضل مركز معاها لأنه ما بيكونش قادر ينساها أصلا. بيحاول يرجع علاقتهم تاني بالرغم من إنها اتجوزت. ولما بترجع للدكتور بيبلغها بنتيجة الأشعة وهي إنها مصابة بألزهايمر. بتتضايق جدا من اللي سمعته لأنها لسه صغيرة على حاجة زي كده، والدكتور بينصحها إنها تسيب شغلها وتقعد في البيت وتمشي على العلاج اللي ممكن يأخر من تدهور الحالة. ولما بتنزل من عنده بتمشي في الشارع وهي بتعيط. أما بالنسبة لتشيل سو فبيحصل على وظيفة جديدة بمرتب أفضل، بيكون مرتاح معنويا. وفي يوم بتقوله إنها محتاجة تقعد من الشغل علشان تركز في شغل البيت وتهتم بيه، لكنه بيشك فيها وبيعرف إنها مخبية عنه حاجة. ولما بيكتشف إنها بتروح للدكتور لي بيروح له وبيسأله وما بيصدقش إن مراته وهي في السن ده بتعاني من ألزهايمر. وبيمسك الدكتور وبيحاول يعتدي عليه، لكن للأسف ده مش بيغير الحقيقة. وبيبدأ يهديه وبيحكي له إن مراته برضه كانت بتعاني من نفس المرض ده لحد ما ماتت. وبيحكي له عن تجربته معاها علشان يعرف يتعامل مع سوجين لما المرض يشتد عليها. ووقتها بتكون ماشية في الشارع وناسية كل حاجة. بيساعدها الضابط لحد ما بتشوف حبيبها القديم وبتفتكر إنها لسه في علاقة معاه. بتروح معاه وبيقعدوا يتكلموا مع بعض لحد ما فجأة بتفتكر اللي عمله فيها وإنها متجوزة تشيل سو. فبتجري على البيت ولما بتوصل بتكتشف إن تشيل سو عرف الحقيقة فبتعيط وبتطلب منه يطلقها لأنها هيجي وقت وتنساه وتنسى نفسها أصلا. حياتها هتكون صعبة وهو ملهوش ذنب يستحمل كل ده، لكنه بيرفض وبيصمم إنه يفضل جنبها وبيأكد لها إنه بيحبها ومش هيقدر يسيبها أبدا حتى لو نسيته. وعلشان يساعدها بيكتب لها يومها وذكرياتها الأساسية في ورق وبيعلقه في كل مكان في البيت، وبيكتب لها اسمها وعنوانها على كارت تلبسه علشان لو نسيت تقدر ترجع بسهولة. وبيقدم لها كل الدعم لحد ما في يوم بيرجع البيت وبيلاقيها مع حبيبها القديم وهي اللي جابته للبيت لأنها مش فاكرة غيره. وحبيبها بيحاول يفهمها إنها متجوزة لكنها مش قادرة تفهمه. ساعتها بيشوفهم مع بعض وبيشك فيه، بيمسكه وبيضربه بعنف لأنه فاكره بيستغل مرضها وبيخدعها. وسوجين بتحاول تدافع عنه لحد ما عورت جوزها. بتهدى وأهلها بيوصلوا للبيت وتشيل سو بيحكي لهم عن كل حاجة. ولما بيعرفوا بخصوص مرض بنتهم بيطلبوا إنها ترجع معاهم علشان يساعدوها ويراعوها، لكن تشيل بيصمم إنها تفضل معاه لأنها مسؤولة منه. وعلشان يخلي ذاكرتها نشيطة وإنها تفتكره دايما قرر إنه يشتغل على تصميم بيت أحلامهم، لكنه بيفضل خايف لأن الموضوع بيسوء. بيروح للدكتور لي اللي بيقوله إن الذاكرة بترجع في وقت وبتروح في وقت وملهاش مقياس ثابت، وبيشجعه إنه يتحمل ويستعد للأسوأ. ولما بيروح لشغله العمال بيتهموه بالتقصير في الشغل وإنه بيتغيب كتير عنهم. بتصحى سوجين من النوم وبتقرا كل الورق اللي مكتوب واللي فيه كل ذكرياتها لحد ما بتفتكر حياتها مع جوزها، وبتكتشف إنه كان متعذب معاها الفترة اللي فاتت وإنها كمان قابلت حبيبها القديم وإنه كل ده مستحمل ومكمل معاها. ساعتها بتحس بذنب كبير وبتنهار من العياط. ولما بيرجع تشيل سو للبيت بيلاقيها مش موجودة وسايباله رسالة بتقوله إنها بتحبه جدا وإنه أحسن حاجة حصلت في حياتها، علشان كده مش هتستحمل إنها تجرحه وتعذبه معاها. فقررت تروح مصحة وهناك هياخدوا بالهم منها، وبتطلب منه يروح لوالدها البيت وهيلاقيها سايباله هناك حاجة. بيعيط بشدة وما بيكونش قادر يصدق إنه هيعيش من غيرها. ولما بيروح لأبوها بيعرف إنه بيجهز أوراق الطلاق زي ما هي طلبت منه علشان يكون إنسان حر، لكنه بيرفض وبيبلغه إنه مش هيطلقها مهما حصل. بيرجع تاني لحياته وبيكون وحيد وحزين ما يعرفش عنها أي حاجة حتى مكانها فين. وفي يوم بتجيله رسالة منها بتقوله إنها أحيانا بتفتكره وبيوحشها جدا، فبيقرر يدور عليها في كل مكان لحد ما يوصل لها. وفي النهاية بيقدر يوصل لمكانها في مصحة في مكان بعيد. ولما بتشوفه ما بتفتكرهوش لكنه بيكون مرتاح إنه قدر يوصل لها ويشوفها تاني. بيطمن عليها وبيلبس نظارته علشان ما تشوفش دموعه، وبعدها بيطلب من الممرضين يساعدوه إنها تفتكره ولو لمرة واحدة أخيرة. فبياخدها لأول مكان اتقابلوا فيه السوبر ماركت وبيعيدوا تمثيل نفس الموقف اللي حصل. بيشتري كنز وبيقابلها عند الباب، بتبصله وبتلاقي نفسها بكل عفوية بتمد ايديها وبتاخده زي أول مرة. ولما بتدخل جوه بيكون دكتور ليه متنكر في زي الكاشير لكنها طبعا بتكون مش عارفاه، وبيرجع لها الكان والمحفظة زي ما حصل. ولما بتبص حواليها بتلاقي أهلها وأصحابها موجودين كلهم اتجمعوا علشان يساعدوها وقرروا يعيشوها اليوم ده بنفس تفاصيله ويساعدوها تفتكر تاني. وساعتها بتبدأ تدمع وهي بتبص لجوزها وبتفتكره، فبياخدها معاه للعربية وبيطلعوا رحلة مع بعض
بعض، وفي الطريق بيبص لها وبيقول لها انه بيحبها، وهي بتكون مستمتعة بوقتها معاه جدا وكأنها ما سابتهوش لحظة واحدة. وبكده تكون خلصت قصتنا، ولو عجبتك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، ومستني تعليقاتكم واقتراحاتكم، وشكرا.